قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فقال رسول الله: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي الحديث بيان فضل أمة الإسلام على غيرها من الأمم، وأن بلاءها في الدنيا دون الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده